يبدو أن تألق ثلاثة لاعبين خرجوا من صفوف الترجي حامل لقب البطولة في الموسم الماضي 2023-24 خلال الأشهر الماضية قد يجبر الفريق لإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالانتقالات الميركاتو الشتوي، وإن أصبح من الواضح أن شيخ الأندية التونسية يعاني بعد رحيل بعض العناصر اللي تركت بصمة واضحة في الملاعب في الفترة مع النادي الترجي، اللي شهد رحيل عدد من لاعبيه في الفترات الأخيرة من السنوات. لم يستفد ماديا أو حتى فنيا من تلك الانتقالات كما كان يامل، ودفع هذا الوضع إدارة النادي إلى إعادة تقييم سياستها قبل إجراء أي صفقات جديدة، وهو ما تسعى الإدارة الرياضية باش تحققه بجدية الفترة القادمة. شفنا تألق لاعبين مثل الحارس منتصر الصيد اللي قدم عروض مميزة حاليا في مستقبل العمران منذ رحيله عن الفريق الدم الذهب قبل سنة، يشير إلى صحة موقف المدرب السابق راضي جعايدي اللي راهن عليه. كذلك المهاجم الشاب أشرف الجابري اللي تألق في صفوف الترجي الجرجيسي يثبت أن نادي باب سويقة قد فقد موهبة واعدة في هجومه. ولا ننسى يوسف أومارو اللي تألق مع فريق الملعب التونسي وسجل العديد من الأهداف الحاسمة ليؤكد بجدارة أنه كان يستحق فرصة في تشكيل غول إفريقيا الأساسي، يسجل حتى في لقاء الترجي كونتر ستاد تونسيان. المراقبون والمحللون واللي يتفرجوا ويتابعوا في أخبار الترجي متخوفين من انه يتكرر السيناريو مع لاعبين اخرين مثل لاعب الوسط معتز الدام اللي ما قد يزيد الامور تعقيد بالنسبه للفريق. الجماهير تخشى من فقدان عناصر اخرى وين تتسبب في تعزيز قدرات الفريق في الاستحقاقات القادمه. في ظل هالظروف يسعى النادي الملقب بالمكشخه للحفاظ على لقبه محليا والنجاح قاريا ان شاء الله. الابتسامه تكون من هنا وهناك من الالقاب جميعا تحت قياده الكوتش البرتغالي جارتوزو، وين يلزم تعلم أخطاء الماضي ويركز على تعزيز تشكيلته بملاعبية عندهم القدرة لتحقيق الإنجازات المنشودة بإذن الله. توازيا شهدت الفترة الأخرى في الترجي تغييرات جذرية، وإن قرر المدرب البرتغالي جارتوزو التخلي على عدة ملاعبية من الفريق في خطوة تهدف لتعزيز الأداء وتحقيق الألقاب. وجاءت التغييرات بعد نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وين برزت علامات واضحة على خروج عدد من الملاعبية من حسابات الكوتش جارتوزو اللي يسعى لبناء فريق قوي ينافس على أعلى المستويات. قلص القائمة بشكل كبير، مفضل الاعتماد على العناصر اللي راها قادرة على الإضافة. مع ذلك لم تكن الأمور سهلة في بعض الملاعبية، وإن ثم استبعاد المدافع المحوري زين الدين ساسي ولاعب الرواق رائد الفادع واللي كان غالبا في فترة طويلة عن الفريق غايب، كما شمل قرار الاستبعاد المهاجم بن عياد اللي قضى النصف الثاني من الموسم في تجربة إعارة من مع نادي الرجاء، إلى جانب لاعب الوسط غيث الوهابي الجناح بلال الساحلي، وين فشل الأخير في ترك بصمته الواضحة. ويبحث الترجي الموسم لتحقيق الألقاب لا غيرها من الجماهير المطالبة للبطولة دوري الأبطال الإفريقية والمشاركة إن شاء الله تكون ميمونة في كأس العالم للأندية. مع كل هالتحركات يترقب عشاق الترجي شنو باش تصفر الايامات الجايه، كيفاش باش تكون الماتشوات واداء الترجي في قادم الاستحقاقات.